بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعمل كنافة بالكاستر والمكسرات. من الحاجات الحلوة قوي في رمضان، وطبعا الكنافة من الحلو الأساسي في رمضان طبعا. فهنبتدي كده مع بعض. أنا معايا هنا نص كيلو كنافة متفرزة. طبعا ينفع طازة وينفع متفرزة. أنا بحب المتفرزة ليه؟ لأني بطلعها كده وهي متجمدة، أفركها في إيدي بسرعة، بتكون في ثانية آه، متفرفتة خالص في إيدك، عن اللي هي الطازة بقى بتغلبك كتير قوي على ما تفرفتيها كده. وبعدين هاسيبها على جنب لمدة نص ساعة ساعة أيًا كان، لحد ما تطرى معايا خالص. مش هاعملها وهي متفرّزة كده عشان ما تبقاش متفرفتة معايا أوي وأنا لسه بعد التسوية. هاسيبها لحد ما تطرى خالص، بس هافركها في إيدي أول ما أطلعها من الفريزر. بعدين هنا هاعمل معايا الشربات بتاعي. كوبايتين سكر عليهم كوباية مَيّة عليهم رشة فانيليا، ويا إما عصرة ليمونة يا إما معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهاحطهم على النار يغلوا لمدة 7 دقايق بالضبط وهاشيلهم. وبعدين هاعمل الكاستر بتاعي برضه. حطيت كوباية كبيرة، كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين كبار من الكاستر، معلقتين كبار من السكر، وهحطهم على النار. وهقلب بالمضرب السلك بتاعي علشان ما يتكتلش مني، ولحد ما تستوي وهركنها تبرد. هركن الكاستر على جنب لحد ما يبرد خالص. بعدين هنا معايا الكنافه بتاعتي سبتها لحد ما طرت خالص، ومعايا كوبايه كبيره من السمنه اللي هو المج الشاي ده كبير. هنزل بيه على نص كيلو السمنه، وهشرب السمنه كلها بقى بايدي كده. هافركها كلها الكنافه مع السمنه، وهخليها تتشرب كل حبايه من الكنافه تتشرب بالسمنه بايديا كده. بعدين معايا هنا الصينيه دي مقاس 26. طبعا هنحط في صينيه في المقاس اللي احنا عايزينه ايا كان ايه هو. دهنتها من تحت بالسمنه، وبعدين هنزل بنص كميه الكنافه معايا في الصينيه كده، وهتكه بقى بايدي بكل قوتي. لازم الطبقه اللي تحت دي تتكبس جامد قوي. افضل اساوي فيها كده واكبس، اساوي واكبس. لازم تتكبس جامد عشان لما اجي اقطعها او كده تطلع معايا متساويه. هساوي واكبس. بصوا لدرجه ان انا بقلب الصينيه كده ما بتنزلش منها، لازم تتكبس جامد. بعدين هنا هحط الكاستر. الكاستر بتاعي كان برد خالص. بصوا بقى الكنافه بالكاستر دي بيبقى طعمها تحفه، احلى من اللي هي اللي بالقشطه الكدابه والكلام ده كله. هعمله بقى كده، وهحط معايا هنا بقى مكسرات جوز هند على سوداني على زبيب. بس انا هحط في نص الصينيه بس، عشان يعني في عندنا فريق بيحب المكسرات وفريق لا، فاحنا هنرضي الاطراف كلها طبعا. وهنزل بقى ببقيه كميه الكنافه معايا من فوق. انا هنا بقى هساوي واتكه بايدي، هخلي ايدي خفيفه، يعني هكبس بس كبس خفيف، هخلي ايدي خفيفه عليها من فوق. ما ينفعش اكبس جامد زي الطبقه اللي تحت علشان الكاستر ما يطلعش مني في كل حته والكلام ده. هنا هساوي وهكبس بس ايدي خفيفه خالص على الكنافه. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه. هحطها في الرف الاوسط على الشبكه، واسيبها لحد ما تاخد لون من تحت ومن فوق كويس. بس كده خدت بقى معايا اللون، طالع لونها جميل. انا كنت عايزه هنا اقلبها، بس رجعت قلت لا، خليني احط شربات الاول وبعدين ابقى اقلبها تاني لان هي كانت لسه سخنه. فقلت لا، احط شربات الاول وبعدين اقلبها، هتبقى متماسكه اكتر. طبعا انا ما استخدمتش كميه الشربات كلها اللي هم كوبايتين السكر على كوبايه الميه، لا، ما استخدمتش كلهم. هو كل واحد بقى يحط حسب ما هو عايزها مسكره ازاي. انا هنا ما استخدمتوش كله. طبعا هي لما بتحط شربات وبتبرد اللون بيفتح شويه عن الاول، بس هنا قلبتها بقى. طلعها ما شاء الله ما شاء الله جميله. تحفه تحفه. بجد طعمها تحفه. ده بصوا الكاستر اللي هو في الاطراف احمر شويه، فاصلا مدي اللون تحفه للكنافه. طبعا الكنافه اللي بنعملها في البيت احنا بنتحكم في درجه السكر، يعني في كميه السكر اللي فيها والكلام ده، فبنعملها على مزاجنا. وبجد طعمها تحفه ما شاء الله، طعمها حكايه. طبعا دي لا غنى عنها في رمضان، وبتتكرر تقريبا كل يوم. وطعمها ما شاء الله. يعني بصوا الكاستر جواها طبقه في النص كده، وهي عاليه، يعني مقاس 26 على نص كيلو بيطلع لك طبقه الكنافه عاليه كده. ممكن نعمل في صينيه اكبر، في صينيه اصغر. يعني بس اصغر من كده لا، مش هتبقى يعني حلوه قوي. ممكن نكبر اكتر من كده ونخلي الطبقه يعني ارق شويه. بس هي كده بالنسبه لي كانت ما شاء الله تمام، تحفه ما شاء الله يعني.
وكل سنة وانتم طيبين، والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، ويجي رمضان علينا بألف خير إن شاء الله.